الأندية الخاص الذي سيكون هنا في المغرب بمشاركة العديد من الأسماء على المستوى العالمي، ولحظات وسنغوص إياكم في غمار حفل الافتتاح الذي أعد لتفاصيل هذه المنافسات بمشاركة فريق فلامينغو ريو دي جانيرو من البرازيل، الأهلي من القاهرة المصري، وفريق ريال مدريد الإسباني، الهلال من الرياض المملكة العربية السعودية، سياتل ساوندرز من الولايات المتحدة الأمريكية. بيزدروس يبدع ويقدم أغنية ثانية شهيرة ديروا النية التي سرعان ما أصبحت شعارا لا مفر منه لملحمة أسود الأطلس في كأس العالم بقطر. أنتم دائما تتابعون معنا مشاهدينا الكرام حفل افتتاح كأس العالم للأندية بالمغرب. السلام عليكم. وليد الركراكي يفاجئ الجميع بالظهور وسط الميدان. الكرة غتضرب بوطو وغتخرج، الكرة غتضرب بوطو وغتخرج. بغيتكم واحد التكريم على لا ليجوند بيلي اللي مشات لنا هذا العام. سيبقى وليد الركراكي الى الابد اول مدرب مغربي يصل مع المنتخب الوطني المغربي لنصف نهائي كأس العالم. هنا مشهد خامس، تكريم للأسطورة بيلي الذي توفي عام 2022، تكريم مدون للراحل إديسون أرانتيس دو ناسيمينتو المعروف في جميع أنحاء العالم باسم بيلي، كنجم كرة قدم عالمي ومهاجم عبقري أحدث ثورة في لعبة كرة القدم، ولم ينسى تراثه الكروي أبدا حتى بعد اعتزاله. جميل جدا هذا الاعتراف. استمر بيلي في التألق بالتزاماته العديدة ولا سيما مع الأجيال الشابة. أما الآن مشاهدينا الكرام نستعرض الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، نتابع. الأهلي من القاهرة مصر، معنا أيضا فلامينغو من ريو دي جانيرو، ريال مدريد من إسبانيا، الهلال من الرياض من المملكة العربية السعودية، فريق سياتل ساوندرز من الولايات المتحدة الأمريكية والآخر يشارك في هذه المنافسة، أوكلاند سيتي من نيوزيلندا هو الآخر حاضر في منافسة كأس العالم للأندية هنا بالمغرب، مدينتي طنجة وأيضا الرباط. بطل دوري أبطال أفريقيا والفريق المنظم الوداد الرياضي ممثلا للمغرب حاضر بقوة ويبحث لأداء قوي. هذه إذن الأندية التي ستتنافس لتحقيق لقب كأس العالم للأندية هذه السنة. كامل التوفيق للوداد الرياضي والمشاركة المغربية بالنسبة للوداد. تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام حفل افتتاح رائع جدا من ملعب الكبير لمدينة طنجة، وتابعنا أيضا الصورة المعبرة لمدينة طنجة، منارة كاب سبارتيل المعلمة الرائعة جدا. تابعنا أيضا صورا وأيضا مشاهد مضيئة تؤكد انفتاح المغرب على العالم وعلى الثقافات الأخرى من خلال تكريم ابن بطوطة الذي يعتبر أشهر بالنار على علم. إذا كأس العالم للأندية 2022 ينطلق بالمغرب.